تحديث مزعج جدا من بنك بايونير. النهارده كل اصحاب الحسابات اللي عندهم حساب بايونير اتفاجئوا الصبح ان هم وصلت لهم الرساله دي. بيقول لك هنا تحديث عن الرسوم السنويه يوم 18 ابريل 2023. سنحدث معاييرنا بتحصيل رسوم حساب سنويه بقيمه حوالي $30. ده كان موجود لو انت ما عملتش اي معامله خلال اخر 12 شهر، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بيقول لك هنا بدءا من 18/5/2023 سنحصل رسوم حساب سنوية إذا مر 12 شهر دون تلقيك مدفوعات أقل من $2000 أو ما يعادله. طبعا $2000 أو ما يعادله يعني ده شيء صعب على ناس كتير. يعني لو بحسبة بسيطة جيت حسبت 2000 على 12 شهر اللي هو السنة هيديك حوالي $166 شهريا، وده رقم مش سهل خالص لناس كتير. بيقولك كمان ولاحظ أنك إذا لم تتلقى مدفوعات تبلغ $2000 أو ما يعادله بين 18/5/2022 و 18/5/2023 ولم تدفع رسوم الحساب السنوية، او بمعنى اصح يعني خلال الفتره دي ما دفعتش $30 نتيجه ان انت ما قمتش باي معامله خلال اخر 12 شهر حسب الشروط والاحكام القديمه، سنحصل هذه القيمه. تذكر انه اذا لم تعد ترغب في اي وقت مواصله استخدام بايونير يمكنك اغلاق حساب بايونير مجانا، يمكنك الاتصال بنا. طبعا كده من الاخر بايونير بيقول للناس عندك حساب وما بتستعملوش روح اقفله، انا مش محتاجك. هو من الاخر كده بيطفش اغلبيه الناس اللي عندها حسابات بايونير ومش بتستعملها، لان مبلغ $2000 سنويا بالنسبه لناس كتير جدا صعب. طب واحد دلوقتي هيجي يسالني ويقول لي طب انا لو ما عملتش معامله في خلال 12 شهر هل هيخصم مني الرسوم دي مرتين؟ لا، هو من الاخر كده الرسوم دي بتخصم مره واحده سنويا $30 سواء ما قمتش باي معامله خلال اخر 12 شهر، بالتالي ان انت يعني ما جاتلكش معاملات ب $2000. بس النقطه اللي هم ما وضحوهاش هل بقى لو استقبلت من حسابات شخصيه او من استقبلت من حساب شركات. بس خلينا واضحين، هم بيتكلموا دلوقتي على الفلوس اللي هي ما دخلتش حسابك، سواء بقى حسابات من افراد او من شركات. وكده كده بايونير اما بتم معاملات من افراد لافراد ممكن يقفل لك حسابك لو انت مش بتتعامل بحسابات شركات كتير. فخلينا افضل يعني لو واحد عنده حساب ويروح يحول من واحد صاحبه يستقبل منه $2000 عشان يتخطى الرسوم دي، ممكن بايونير يقفل لك فيها حسابك لانه بيخاف من نقط معينه ومصدر الفلوس والكلام ده زي اغلبيه البنوك الالكترونيه. فنصيحتي ليك لو انت عندك حساب بايونير وما بتستعملوش روح اقفله. حتى هو ساب لك هنا اللينك بتاع قفل الحساب بحيث ان هو بيقول لك يعني ايه مش محتاجينك لو انت ما بتستعملش الحساب. طب واحد دلوقتي هيسالني ويقول لي $30 دي بتتخصم من حسابي البنكي اللي انا رابطه بايونير؟ لا طبعا، بايونير جهه ايداع مش جهه سحب، يعني ما ينفعش يسحب من حسابك البنكي مش زي البيبال. هو بيبال بيخصم من الفيزا، انت بايونير بتربطه بحساب بنكي. هل ممكن اي حد يروح يخصم من حسابك في البنك؟ لا طبعا، الاجراءات دي مطلوبه ان مثلا امضاء وتفاصيل كتير بتروح البنك بيها، وبايونير مش هيقدر يعمل كل الكلام ده، انت مجرد رابط حساب برقم البنك. هو بايونير بيخصم الفلوس دي من رصيدك في الحساب، هيخصم منك في اول فلوس هتدخل لك. يعني مثلا دخلك $100 بعد كده هتلاقي الفلوس دي داخله لك $100 ناقص $30 اللي هي الانوال في او الرسوم السنويه، وهتلاقيها تحت في المعاملات. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. هتلاقوني سايب لكم مقاله شرح بقى فيها كل الحاجات دي بالتفصيل في وصف الفيديو، ادخل بص عليها وهتلاقيني سايب لك فيها رابط لو انت عندك حساب بايونير وعايز تقفله، وهتلاقيني برده سايب لك رابط كل المصاريف بتاعه بايونير عشان تبقى عارفها. ان شاء الله الفتره الجايه بقى اشرح لكم بنوك الكترونيه تانية غير بايونير وايز، لكن انا لسه بجربها بحيث ان انت يكون عندك بدايل افضل من بايونير، لان بايونير غير رسومه اللي غاليه هو كده بيقفلها على اغلبيه الناس. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.